من بعد كارثة مونديال جنوب أفريقيا وبلاقي المنتخب البرازيلي فجأة مشطب وما فيهوش موهبة. أنت متخيل البلد اللي بتتنفس كورة ما فيهاش واحد سوبر وما فيهاش موهبة واحدة تشيل منتخب البرازيل؟ لحد ما جت سنة 2011 في عز ما ميسي وكريستيانو كانوا بيطحنوا بعض في الليجا، بيظهر نجم برازيلي مهاري لدرجة لا تتخيلها، بستايل جديد وقصة شعر غريبة، وكان يشبه رونالدينيو في الملعب. وبليه كان بيقول أنا شايف له مستقبل كبير. بتكلم عن اللاعب نيمار. وهل نيمار هيكمل طريقه في كرة القدم بعد ما التجأ للقمار، خصوصا ان عنده 32 عام؟ قبل ما نبدأ الفيديو صلي على النبي واشترك لي بالقناة وتعال نشوف. في 5 فبراير سنة 1992 وفي أحياء مدينة موجي بالتخصيص كان هناك رجل اسمه نيمار سانتوس. الراجل ده في يوم 5 فبراير رزقه الله بطفل وسماه نيمار على نفس اسمه، وزوج جونيور، واسمه بالكامل نيمار دي سيلفا سانتوس جونيور. وهذا الطفل بعد سنة من ولادته كان هيموت، لأن في يوم من الأيام كان هذا الطفل مع أمه وأبيه وكان عمره سنة واحدة، وكانوا راجعين من جبل، وهم راجعين قامت عاصفة شديدة وأمطار غزيرة جدا، وزي ما انتم عارفين السواقة في هذه الأوقات كانت صعبة جدا. فانقلبت السيارة والأب والأم خرجوا من السيارة في أمان، ولكن الابن خدوه للمستشفى ولم يكن في شيء إلا شوية جروح بساط. وبعد هذا الحادث الأب عاهد نفسه إنه هيكون جنب ابنه في كل الأوقات وهيساعده في تحقيق كل ما يتمنى. كبر نيمار بعدها بعدة سنوات مثله كمثل أي طفل برازيلي بيحب يمارس كرة القدم في الشارع، ولأن الأب لاعب كرة قدم سابق، صح كان مغمور لكن كان بيمارس هذه اللعبة. فشاف ابنه بيلعب في الشارع وشاف إنه ابنه موهوب، فقرر يساعد ابنه إنه يكون لاعب كرة قدم. فوالده خده إلى أكاديمية قريبة من الحي اللي ساكن فيه واسمها إرجوس كولر. وفي سنة 1999 كان عمره وقتها 7 سنوات. مر كشاف المواهب بيبيتو شاف نيمار عنده مهارات غير عادية، فأخذ الطفل ونقله إلى نادي بورتوجاز ولعب في ملاعب الصالات. وكانت موهبته عالية جدا وبدأ يتعرف ويسمع في البرازيل. وفي 2006 وكان عمره 14 سنة راح لناشئين الريال ولكن الصفقة فشلت. وفي 2009 وبالتحديد في 7 مارس وكان عمره في وقتها 17 سنة راح لنادي سانتوس البرازيلي، لعب معاهم 177 مباراة، سجل 107 هدف. يعني من 2009 ل 2013 عمل أداء عالمي. نسخة نيمار مع سانتوس كانت تفوق الخيال، وما كانش فيه لاعب وقتها عمره 17 سنة يفوق نيمار. وأنهى نيمار موسمه الأول مع سانتوس ب 47 مباراة، سجل 14 هدف وصنع 9 أهداف. وفي الموسم الثاني موسم 2010 سجل 42 هدف. تخيل إن سجل 14 هدف في موسمه الأول إلى 42 هدف، وساهم في 64 هدف من 60 مباراة. شيء مش طبيعي ولا يصدقه عقل. كان موهوب ولاعب خطير. ويست هام وتشيلسي في ذلك الوقت كانوا يريدون اللاعب، ولكن نادي سانتوس رفض العروض. ويبدأ موسم 2010-2011 ولكن يلعب مع البرازيل في كوبا أمريكا للشباب، وحقق اللقب مع البرازيل وكان نجم البطولة وكان أفضل لاعب، سجل فيها 9 أهداف ليحصل على جائزة هداف البطولة. ثم رجع إلى نادي سانتوس، فاز معاهم ببطولات كتير وحصل على جائزة بوشكاش، روى في هذا الهدف الكل وأسكن الكرة في الشباك. وفي كأس العالم للأندية فازت برشلونة 4-0 على سانتوس، وحصل نيمار على جائزة الكرة البرونزية، ثالث أفضل لاعب في البطولة بعد ميسي وتشافي. نيمار في موسم 2011 أفضل لاعب في الدوري البرازيلي، أفضل لاعب في كوبا أمريكا للشباب، ثالث أفضل لاعب في كأس العالم للأندية، فاز بجائزة بوشكاش، وحل عاشر في الكرة الذهبية. وجات له عروض من جميع كبار أندية أوروبا ولكن سانتوس رفض وقتها. ونيمار يريد يكون في البرازيل، ونادي سانتوس دفع له راتب كأغلى 11 راتب في العالم فوافق نيمار. وفي موسم 2011-2012 حقق نيمار تألق غير عادي وأفضل لاعب في أمريكا الجنوبية للمرة الثانية على التوالي. لعب معاهم في هذا الموسم 47 مباراة، سجل 43 هدف وصنع 19، كان أفضل موسم ليه مع سانتوس. وفي موسم 2013 كان الموسم الأخير لنيمار مع سانتوس، وكان مؤكد إنه هيروح برشلونة، وهذه الصفقة كانت أشهر صفقة وقتها. ولعب معاهم 123 مباراة، سجل 68 هدف. في موسمه الأول سجل 16 هدف وصنع 14. كانت أرقام جيدة لنيمار في موسمه الأول مع برشلونة. بعدها نيمار شارك في كأس العالم وفي مباراة نصف النهائي بين كولومبيا والبرازيل، وبالتحديد في الدقيقة 86 ظهير كولومبيا يضرب بقوة ظهر نيمار، أصيب ظهر نيمار بإصابة شديدة للغاية
وبعد التحاليل تأكد إنه مش هيكمل كأس العالم، وكانت مسيرته هتنتهي تماما لأنه كان عنده كسر في أحد الفقرات. وبعد ما تعافى نيمار من الإصابة رجع لبرشلونة موسم 2014-2015. كان أعظم موسم لنيمار في تاريخه، فاز مع برشلونة بدوري الأبطال، سجل 10 أهداف وأصبح هداف البطولة، وفاز مع برشلونة في هذا الموسم بالثلاثية التاريخية. وفي هذا الموسم لعب 51 مباراة، سجل 39 هدف وصنع 10. وفي هذا العام كان ثالث العالم في الكرة الذهبية. وفي موسم 2015-2016 أفضل موسم لنيمار رقميا في تاريخه مع برشلونة، فاز ببطولة كأس الملك للمرة الثانية على التوالي، لعب في الدوري 49 مباراة، سجل 31 هدف وصنع 25. وفي موسم 2016-2017 وجدد معاهم لسنة 2021. وفي هذا الموسم خسرت برشلونة الدوري لصالح ريال مدريد. كان نيمار مش واخد حقه إعلاميا بسبب ميسي، فطلعت إشاعات إن نيمار هيمشي من برشلونة. وفي 2 أغسطس سنة 2017 أعلن برشلونة رحيل نيمار وإنه هيروح باريس سان جيرمان في أغلى صفقة وقتها مع تعجب لجماهير برشلونة. لعب مع باريس 112 مباراة وسجل 82 هدف، وكان مبدع جدا مع باريس. وفي أول موسم ليه لعب 30 مباراة، سجل فيهم 28 هدف وصنع 16، وحقق الثلاثية المحلية. وفي موسمه الثاني موسم 2018-2019 لعب 28 مباراة، سجل فيهم 23 هدف وصنع 13. عدد المباريات اللي لعبها نيمار بدأت تقل بسبب الإصابة، ثم طلع من أوروبا واتجه إلى السعودية لنادي الهلال. كنا قدام موهبة كان ممكن تكون أفضل من الأسطورة بيليه لولا الشهوات التي تتحكم في الإنسان وكتر الإصابات، حتى لم يفوز بالكرة الذهبية. وكمان كان بيعمل مشاكل كتيرة، ولما راح الهلال انصاب وما لعبش معاهم كتير، وكانت عقليته سيئة جدا طفولية. وتركه لبرشلونة وذهابه لباريس كانت خطوة غير صحيحة. لو راح للدوري الإنجليزي كان هيكون أفضل، لأن المنافسة في الدوري الفرنسي مش قوية. كان بيلعب قمار وخسر مليون دولار في لعبة معينة للقمار. تخيل، خسر المليون دولار دول في ساعتين. وبيحب القمار بشدة ونسي كرة القدم، وبدأ يقيم حفلات في مركبه. وهو تعافى من الإصابة، وهو الآن في سن 32 عام وبيمارس رياضة أخرى مثل الجولف. والناس بتسأل هل نيمار هيتذكر كرة القدم وهيعود أم لا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.